الحيوانات اللي بيخلوهم بيفضلوا عايشين يوم ورا يوم في قلب الأدغال هو مفتاح واحد: إن البقاء للأقوى. يجروا ورا الفريسة أو يجروا عشان ينجوا بحياتهم من فريسة تانية. ولو كنت من عشاق المطاردات الجامدة اللي تحسسك إنك بتتفرج على فيلم أكشن تقيل، خليك معانا، لأنك دلوقتي هتشوف لحظة من أروع لحظات الصيد والمطاردات المستحيلة في قلب البرية. الغزال مفيش أسرع منه في الجري، بس لما تبص على المشهد ده وتشوف الغزالة وهي بتطارد جوه المية هتعرف إن مش كل مرة الجري بينفع. المية بالنسبة لها كانت عائق مش طريق نجاة، وهي بتعافر في الطين والموج. البرية كانت وراها بتقرب، وبمجرد ما وصلت الغزالة لحافة النهر كانت البرية وصلت هي كمان، والباقي معروف. الغزالة دي بتحاول تهرب، بتنط فوق شجر صغير وسط الرمال، لكن أول ما رجليها لمست الأرض اتزحلقت. ساعتها البرية ما صدقت، هجمت عليها وهي لسه بتتنفس. مفيش رحمة حرفيا، مفيش لحظة تفكير. افتكروهم جزارين، لا دول حرفيا بيقطعوها حتة حتة وهي لسه فايقة. أما الغزالة دي فواقفة وسط المية فاكرها تحميها، بس البرية ولا فرقت معاها، دخلت وراها زي السهم. وفي اللحظة اللي كانت هتمسكها ظهروا الضباع. الضباع الفوضى بتمشي وراهم، وده يمكن أنقذ الإنبلة مؤقتا. وده كله من عالم البرية اللي ما بيرحمش. لو بتحب تشوف اللحظات النادرة والمطاردات الجامدة اشترك حالا، لأننا بننزل لك لقطات حصرية من قلب الطبيعة. الضبع هو اللي بدأ الهجوم، شاف النمر واقف لوحده وقال لك فرصة ما تتفوتش، هجم عليه بكل حاجة. والنمر اتفاجئ، مش متعود حد يهاجمه كده. بس النمر ما طولش، بعد لحظة ذهول قرر ينسحب ويجري. قال لك العقل زينة، وانا مش جاي لك حرب النهاردة. شوف الثعلب ده بينط براسه جوه التلج كأنه بيعمل غطسة أولمبية. ثعلب ما يتوصاش، عنده قدرات تخلي أي صياد يغير منه. التلج مغطي التلال السوداء في داكوتا، وتحت الطبقة دي في فيران ماشية مستخبية تحت التلج. بالنسبة لأي حيوان تاني الصيد في الظروف دي شبه مستحيل، بس مش للثعلب ده. بيعمل قفزة خرافية علشان يوصل لفار مستخبي تحت 3 أقدام من التلج. طب ازاي بيعرف مكانه؟ الموضوع محتاج تركيز خرافي وصمت تام، ودانه بتلتقط أضعف الأصوات حتى لو فار بيهمس تحت الجليد. بس في مشكلة، لو ما كانش باصص ناحية الشمال كل القفزة دي ممكن تروح على الفاضي. علماء كتير بدأوا يصدقوا إن الثعلب ده بيستخدم المجال المغناطيسي للأرض علشان يحدد اتجاهه. أيوة، نفس النظام اللي الصواريخ بتستخدمه علشان توصل لهدفها، بس أي تشويش بسيط ممكن يطلعه بره المسار ويخليه يفشل. لكن لو ركز وبص ناحية القطب الشمالي الوجبة مضمونة بنسبة كبيرة. الثعلب الحمراء زي البطل بتاعنا ده بتعتمد على سمع خارق علشان تلاقي الفيران وسط التلج. أول ما يحدد موقعهم بينط لفوق وينزل بأنفه مباشرة زي الصاروخ. وفي الناحية التانية الثعلب القطب الشمالي عنده نفس الموهبة، يسمع صوت خافت تحت الجليد، همهمة بسيطة مثلا، ويبدأ يجهز نفسه. عنده طريقة خاصة في القفز اسمها قفزة الفار، بيحسب المسافة بدقة والعمق كمان، بس لأنه لسه مبتدئ هيحتاج شوية تدريب قبل ما يبقى زي الكبار في اللعبة دي. جاجوار بيهاجم كايمان اللي هو صغير التمساح. لملايين السنين كان الكايمان هو الملك بلا منازع، المفترس الأعلى في مملكته. بس الظاهر إن لكل ملك نهاية. الصياد بقى مطارد، والمشهد اللي جاي مش لضعاف القلوب. الجاكور أذكى وأخطر قطة في نص الكرة الأرضية، ماشية على أطراف صوابعها، بدأت تسلل ورا كايمان مسترخي على الشط ولا حاسس بأي حاجة. فجأة بوم، عضة مميتة في الرقبة. الجاكور دي مش أي قطة، دي تالت أكبر قطة في العالم بعد الأسد والنمر. وقوة عضتها يا نهار أبيض، دي ممكن تكسر جمجمة في لحظة واحدة. غير إنها بتحب المية وده نادر في عالم القطط. الجاكور دي شجاعتها ودماغها مليانة ثقة قاتلة، ماشية تصطاد التماسيح كأنها بتلعب بابجي. أنثى الجاكور بتقرب ببطء، الكايمن واخد باله بيبدأ يتحرك، لكن لما الجاكور تمد دماغها من المية الكايمن بيختفي. لحظة رعب حرفيا. هل بيخطط لهجوم مضاد ولا هرب؟ الجاكور بتبص حواليها،
لازم تتأكد. وبعد ما خلصت على أول كايمن بتحاول تسحبه من المية، بس الوزن تقيل والجاجور مش سايبه. بتستخدم عضلات رجلها الخلفية وتدفع بكل قوتها، في الآخر بتنجح. بس لسه القصة ما خلصتش. جاجور تانية بتلاحظ اللي بيحصل وشايفة فريسة سهلة في ايد منافستها، فتقرر تهاجم وتسرق الغنيمة. بيتخانقوا تحت المية كأنهم في فيلم أكشن، وكل واحدة عايزة تثبت إنها الأقوى. وفي النهاية الجاجور الأصلية بتظهر تاني شايلة الكايمن الميت وبتنقله كأنها بتقول دي وجبتي وأنا اللي اصطادته. المنظر ده شبه تمساح بيبلع فريسته بلقمة واحدة، لكن المرة دي اللي في المية مش تمساح، ده أسد. دخل ورا الغزالة وسط المية، مسكتش كتير وسيطر عليها كأنه بيغمس عيش في شوربة. وفي نص الليل أسد تاني بيصطاد غزالة. المشهد مظلم وصامت بس مرعب. الأسد بياكل وهي لسه بتتحرك، واللي بيموت ما بيصرخش، بس الكاميرا جابت لحظة النهاية الباردة دي بكل تفصيلة. بس مش كل الغزالات زي بعض، في نوع منهم اسمه أكجيرز إمبالا، دول كأنهم مدرعين، قرونهم واقفة زي الرماح وجسمهم أكبر وأقوى. لا بقى قاعدة مستنية ولا على بالها، مش هتقدر تواجههم وش لوش، فخدت الطريق الوحيد المفتوح قدامها وهو الكمين. هجمت فجأة وغرزت مخالبها في رقبته، بتخنقه واحدة واحدة، سحبته للظل بعيد عن عيون باقي القطيع. رجله الخلفية اتكسرت، فخلاص انتهى. القطيع وقف مصدوم ولا كأنهم شافوا حاجة شبه كده قبل كده. بس اللبوة واجهت عطل فني. الإمبالا المصاب حاول يهرب، بس بصراحة الهروب على 3 رجول مستحيل، حتى وهو مصاب قرونه لسه خطر. بس في الآخر اللبوة ختمت المشهد ببوسة، ودلوقتي بقت أم عزباء ل3 أشبال صغيرين صحتهم زي الفل. النمر داخل على الخريطة، بس باين إنه تايه، قاعد يدور على عنوان خنزير، بس مفيش ولا واحد ظاهر، إنما هو مصر. وفعلا بعد ثواني بيشد من تحت الأرض خنزير مليان ومتكبب كأنه كان نايم في البانيو. واضح ان الخنزير ده كان في الحمام ومسمعش جرس الباب. والمفاجأة جاية بالنمر شخصيا. دخلوا 2 نمور على الخط، بس الموضوع مش سهل. الخنزير ده مش صغير ومتوسط الحجم فعلا، بس عنيد. بس على مين؟ النمر مسك فيه وبدأ الشغل الجد، خنق وضغط، وكل ده وسط الليل. النمر مسك جامد ومستني النفس الأخير يخرج، وبعد لحظات وجبة العشاء تم تأمينها بنجاح. لكن لحظة، المعركة دي عمرها ما كانت مضمونة. الخنازير دي قوية جدا وقرونها ممكن تفتح النمر من أولها لآخرها. بس النمر ده شكله كان رايق النهاردة، بذل مجهود والخنزير استسلم في الآخر. حتى وهو بيتغدى باين عليه محترم، جايب العيلة كلها تشارك في العزومة. الكل فاكر ان الفهد جاهز دايما للمعركة، بس هل هو فعلا مستعد يواجه نعامة؟ ما تخدعكش رجلينها الرفيعة ولا شكلها الطيب، النعامة دي مش لعبة، رجلها حجمها قد شاكوش، ولو خبطت الفهد خبط عدل على دماغه ممكن يبات جنبها في الأرض. ضيف لكده ان النعامة سريعة جدا، بتوصل ل50 كيلومتر في الساعة، بس الفهد أسرع كائن على الأرض، ولو حتى لفترة قصيرة المعركة قربت تبدأ. الفهد قاعد بيراقب وبهدوء بيقرب من النعامة، وهي ولا واخدة بالها ان الكارثة جاية في الطريق. اول ما بتحس بيه بتعمل ايه؟ بتجري وبسرعة خارقة بتسبق الهوا. بس مش لوحدها، نعامة تانية بتجري من وراها بقوة 2، والفهد مش مصدق 2 مرة واحدة، ده يوم الهنا ده. واضح ان الاولى بتزعق للتانية، يا بنت ابعدي من سكتي في فهد ورايا. الفهد اللي اسمه فيجيتا بيركز على الابطأ فيهم، وبعدين يدخل فهد تاني على الخط يهجم من ورا النعامة. النعامة بتحاول تهرب، بتلف، بتراوغ، وحتى بتعمل شوية حركات كأنها بترقص، كل ده علشان تتفادى خبطات الفهود المتوحشة. بس المعركة لسه ما خلصتش. فهد تالت بينضم للمطاردة، والمرة دي المطاردة بتنتهي. النعامة وقعت والفهود خنقوها، وانتهى المشهد بأكلة دسمة للفريق كله. لكن المشهد مخلصش. في فهد شاب واقف بعيد بيتفرج، مش مقتنع هو بيشوف ايه. النعامة بترقص خطوة يمين وخطوة شمال، والفهد واقف محتار، انا فعلا عايز اواجه الكائن ده ولا انسحب بهدوء؟ ده كان فيديو النهاردة، استنونا في فيديوهات تانية كتير.